ووده ينسي ما دونه، فكيف عطاء فكيف لطفه. الحمد لله رب العالمين لطف بنا ورزقنا. ها البطيخه اللي بتذكرنا ان العرب لسه عمالين ماشيين سنه بسنه، واحنا عايشين في عايشين ايه؟ في ميه البطيخ. العروسه حلوه بس معها زوج. السياسات العالميه، اما جم يكلموا الواد ده ايام كام 96 ولا كام، بيقولوا له السلطه الفلسطينيه يعني خلاص وقعت. كان اسمه بريز، كان شارون. فجاي بقى بريز بيقولوا لشارون اول ما جه، يعني بيقولوا له السلطه الفلسطينيه وقعت مع الحكومه الاسرائيليه بتاع ده. لا معاهده سلام. شوف بريز قال لهم ايه؟ هذه السلطه الفلسطينيه امتنا، اهي والله اهي والله اهي والله اهي والله تحتها خط احمر. بريز شارون لما جه بيقولوا له خلاص انت هتكمل بقى اللي عمله بريز، فقال عباره لازم تسبقها شحره والف حاء مشدده عشان تبقى عباره سياسيه حد يعملها له. فشارون لما جه بيقول له بريز حط ايده في ايد ياسر عرفات، نعم هذه السلطه الفلسطينيه اختراع من اختراعات حزب العمل. مش ده اللي ربنا قال او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم؟ سيادنا اختراع حزب العمل دلوقتي بيعملوه، بدل ما قالوا سلطه قالوا ايه؟ لا قالوا دوله. ما هي السلطه هي السلطه، هي بس الضبط بس. خلاص انا بدل ما قالوا سلطه شيل ديا، بدل ما هو لابس العلمه بزر من ورا اعمل الزر قدام. والكل فرحان فرحان عليا يا ماما. يقول لك هيبقى من حقهم بقى يعملوا معاهدات. معاهدات مع مين يا حبيبي؟ دوله ما معهاش احفظ البيت ده اللي مش عايز يحفظه حد، ولا الواد حتى اللي اليوتيوبر ده اسمه يوتيوبر. متى اسمها ايه بقى البيت؟ متى ام كلثوم قالت فرحا القلب الذي يصبو اليك فغدا تملكه، مش كده؟ يبقى بقى خدها من ام كلثوم، متى تملكه. حفظت؟ سهله اهي. القلب الذكيه، نعم ما تبقاش مونوي، ما تبقاش السيجاره مستعبداك، ما تبقاش المدغه زلاك، ما تبقاش البت شغله بالك. يجي هو شيخ جامع مطمح الثياب الاسود، يا ربي قل للمليحه في الثياب الاسود ماذا فعلت بعابد متنسك؟ قد كان شمر للصلاه ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. يخرب بيتك ولسه امام مسجد كمان وعضو لك، يخرب بيتك. ماشي. لازم القلب يكون ذكي عشان تبقى راجل. اللي زي دي والله لو لبسوها من الدنيا عمره ما يبقى راجل. يبقى نقول بقى البيت اللي مش عايز يحفظه ولاد، يا ريتك يا ابنر تحفظه ويقول لك حلاوه اهو. متى تملك القلب الذكي وصارما. ايه الصارم بقى؟ ايه الصارم؟ الفوتبول، الجزمه اللي هتشوط بها الكوره. الصارم السيف يعني. عايز ما سيفك معاك، قوتك عندك يعني، قلبك نظيف. متى تملك القلب الذكي وصارما وانفا ابيا. تعمل لي كده اطير لك رئتك. احنا حلوين حلوين قوي وكذا تعمل. لا، متى تملك القلب الذكي وصارما وانفا ابيا تجتنبك المظالم. والله العظيم اللي اسمه ابن عباس ده، الواد ده اسمه البنبور، والله يدور لنفسه على منصبه ينتفن فيه. طب ايه اللي بيخليه عمال؟ لان مفيش اللي قدامه او شويه الشرطه بتاعته وشويه مش عارف ايه يبقى اذا ولهذا الامه دي اللي قالت الكلام ده قبل البعثه يبعث فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، لان امه فيها شهامه وفيها رجوله. اللي اول صدمه يقول الحقني يمه يروح. يبقى الرجل متى تملك القلب الذكي وصارما وانفا ابيا
تجتنبك المظالم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى صلاة العصر.